السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي يا جماعة نعمل مع بعضنا الكوسة ني في ني، كوسة مع البطاطس ني في ني. جبنا الكوسة ما قشرناهاش بقشرها عشان ما تبقاش يعني مهرية كده وتبقى شكلها وحش، ما بحبهاش انا متقشرة. جبناها غسلناها كويس وقطعناها كويس، يعني سمكها يبقى تخين برضو مش رقيق. وبعدين حطيناها في الصينية وجبنا بصلة دعكناها بفلفل اسمر وملح وحطيناها عليها، وجبت كمان بطاطساية عملتها معاها عشان الاطفال ما بيحبوش الكوسة. وبعدين حطيت شعر كمون صغيره قوي ومكعبين مرقه دجاج ونص معلقه سكر، وما حطيتش ملح عشان مرقه الدجاج ما حطيتش عليها ملح، ونقطه زيت صغيره. ودلوقتي يا جماعه نضفنا الذكر البط اهو، نضفناه كويس وغسلناه كويس ونقعناه في البرتقال والليمون وقطعته نصين عشان الحله بس تاخده. وحطيت على النار ميه بتغلي فيها البصل ورق اللورا حبهان ومستكه وبعدين قرنفل والملح، وهتغلي نسقط فيها الذكر البط. ودلوقتي يا جماعه الميه غلت اهي وحطينا فيها الذكر البط، وهنا معانا الكوسه استوت اهي. ويلا على ما الذكر يستوي نشوف بقى هنعمل ايه. ودلوقتي يا جماعه جبنا شويه زيت في الحله وقدحناهم وحطينا معاهم نص معلقه سمنه بلدي ونزلنا بالميه غلت. وبعد ما غلت كنا غاسلين الرز كويس قوي، حطيناه وحطينا الملح ونسيبه يستوي. ودلوقتي يا جماعه ده الاكل بعد ما خلصناه اهو. هذا البط بعد ما حمرناه والرز بعد ما استوى غرفناه اهو. هذا البط اهو، ودي الكوسه ني في ني اهو، ودي الشوربه. ونقول مع بعض تاني عملنا ايه. عملنا الكوسه دي غسلناها كويس وقطعناها كده كويس، تكون محمله مش رقيقه. وقطعنا عليها البصل دعكناه بالملح والفلفل الاسود وحطيناه عليها، وبعدين فرمنا الطماطم معاها قرنين شطه حاميه وحطيناها عليها وشويه زيت واتنين مكعب مرقه دجاج ونص معلقه سكر وشعر كمون صغيره، وحطيناها علقنا عليها ما حطيناش عليها ميه خالص. ودي شكلها يا جماعه بعد ما خلصت اهي. والرز حطينا شويه زيت في الحله ونزلنا عليهم بنص معلقه سمنه بلدي، وبعدين حطينا الميه تغلي وكان الرز مغسول كويس قوي ونزلنا بالرز وحطينا الملح. وده الشكل النهائي يا جماعه بعد ما خلصنا الحاجه. واشوفكم على خير، مع السلامه.